السلام عليكم يا جماعة الخير. أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هحكي لكم قصة حقيقية حصلت في منطقة الطالبية. كان في عيلة صغيرة انتقلت لشقة جديدة في عمارة هادية في الطالبية. العيلة كانت مكونة من الأب والأم وبنتهم الصغيرة اللي عندها 7 سنين. في البداية كل حاجة كانت طبيعية وحياتهم ماشية زي أي عيلة عادية، بس بعد أسبوعين من سكنهم البنت الصغيرة بدأت تحكي لوالدتها إنها بتسمع أصوات غريبة في الليل وبتشوف ظل بيتحرك في الممر. طبعا الأم فكرت إن دي مجرد خيالات طفلة صغيرة. مع مرور الوقت الأم نفسها بدأت تلاحظ حاجات غريبة، زي إن الأواني في المطبخ بتتحرك من مكانها، والتلفزيون بيشتغل لوحده في نص الليل، وأصوات خطوات في الشقة وهم نايمين. في يوم جارتهم العجوزة زارتهم وقالت لهم إن العمارة دي قديمة